السلام عليكم، مرحبا بكم مطبخ فاطمة زهراء أمير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. اليوم غادي نحضر معكم طاجين ديال القوق والجلبانة، كيجي رائع وصحي في نفس الوقت. فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولو كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش لايك الفيديو واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. باش نشوفوا طريقه التحضير والمقادير. هنا كنحتاج اللحم، الكمية كتبقى على حسب أفراد الأسرة. عندي بصلة مشلضة، واحد حبة ديال الطماطم اللي هي مفرومة، وقزبر ومعدنوس مفرومين حتى هما، والقليل من الزنجبيل، والقليل من الفلفل الأسود، الملح، والقليل من الكركم، ملعقة صغيرة من مطيشة مركزة، والزعفران الحر شعرة، وعندي ملعقتين من زيت الزيتون، وملعقتين من زيت المائدة. الزيت غادي نخليه حتى الاخر. هنا كنتبلو اللحم ديالنا بهذا الشكل. هنا من بعد ما دخلت ديك التوابل في اللحم، هنا غادي ناخد واحد الطنجرة ديال الضغط، كنعمل فيها اللحم ديالي، كست فيها اللحم بهذه الطريقة، وكنوضع قزبر ومعدنوس، ربيطة صغيرة مخلطة ما بين القزبر ومعدنوس، وكنضيف هذيك البصلة مشلطة، وهنا عندي الزيت مخلطة ما بين زيت الزيتون وزيت المائدة، ملعقتين من جهة. صافي كنخلطو الكل، كنوضعوها فوق النار على نار اللي هي مهيلة بزاف بزاف، وكنخليوها كتقلى. هنا عندي الزعفران شعرة كنوضعو في الماء وكنخليه يطلق، من بعد كنضيفو اللحم ديالي. صافي هنا غادي نغطي على طنجرة وغادي نخلي هذاك اللحم يتقلى وطيح هذيك البصلة، ومن بعد غادي نروي بواحد الكاس ديال الماء. وهنا عندي القوق، غادي نقيه ونحيد له ديك الاوراق اللي كيكونوا فيه. ضروري ما تعملوا له الحامض باش ما كيتاكسدش معكم. وهنا عندي الجلبانه، صافي كتحكوا له الحامض مزيان مزيان باش ما كيكحلش، حيت القوق كيتاكسد. فهنايا اللحم ديالي من بعد ما تقلى كتشوف معايا. هنا غادي نضيف له هذيك الحبه ديال الطماطم، وورقه واحده ديال سيدنا موسى او ورقه الغر. صافي كنخلط جيدا وكنخلي ديك المطيشه تهبط تتبل. هنا كنضيف داك اخر مرحله، كنضيف هذاك الزعفران الحر. صافي كنسد على الكوكوط ديالي. هنا القوق ديالي من بعد ما نقيته وهذا غسلته، حكيت له الحامض باش ما يكحلش. صافي هنا وضعت كاس ديال الماء، في كنسدو على الطنجره وكنخليو ديك القوق والجلبانه يطيبوا. داك القوق البنات هنا راه صافي راه طاب، بس غادي نغرف الطبق ديال التقديم. بالنسبه لهذاك القوق البنات، ملاحظه خصكم ضروري تغسلوه من هذاك الحامض باش ما يطلق لكمش داك الحموضه في هذاك اللحم ديالكم.
ضروري تغسلوه عاد توضعوه في الطنجرة مع اللحم، باش بهاد الطريقة ما غاديش يطلق لكم ديك الحموضة ديال الحامض في هذاك اللحم والمرقة. ضروري كتغسلوه من ديك الحامض. هنا صافي الطاجين ديالي هنايا المرقة من بعد ما غرفتها فهداك الطبق كتجي على هذا الشكل. صدقوني البنات كتجي بنينه. فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، واللي جربت هذا الطبق تشارك معايا الاراء ديالها في لي كومونتير. فكنتمنى تجربوا هذا الطبق ديال القوق والجلبانه اللي كيجي لذيذ بزاف بزاف. ودابا في هذا الوقت هذا راه كيكون الموسم ديال القوق والجلبانه، فهذا الطبق من ألذ الاطباق المغربيه بامتياز. هو مفيد بزاف بزاف للصحه، فنستافدوا منه. علاش لا؟ حنا دابا في الموسم ديالو نستهلكوه، اللي هي سهله وكتوجد بسرعه. فكنتمنى هذا الطبق ديال القوق والجلبانه ينال الاعجاب ديالكم، وكيف ما قلت لكم ما تنسونيش بالاراء ديالكم في اسفل التعاليق. وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق اللي خليتوا لي في الفيديوهات السابقه. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف، وشكرا للناس اللي معايا منذ بدايه القناه. شكرا للناس اللي انضموا عندي جديد للقناه، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. وصفتنا اليوم سالت. تلقاو فيديو جديد، الى اللقاء.